بر الوالدين من أعظم أسباب التوفيق في الحياة الدنيا والفلاح في الآخرة صلة الوالدين، مهما كان وضعهما، مهما كانت حالتهما، مهما كان واقعهما، يجب عليك أن تبر أبويك، وخاصة في حالة الكبر التي ركز عليها القرآن، لأنهما في حالة العوز أن ترى أباك يرتجف، هذه القوة التي فنيت في خدمتك، والتي فنيت في خدمة إخوتك، والتي فنيت في تعليمك، لا ينبغي أن تضيع هدرا. إما يبلغن عندك الكبر، عندك يعني اجعل كبر والديك عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. حاول أن تخدم والديك بكل ما أوتيت من قوة، خاصة في لحظات العجز، دون تأفف، دون اكفهرار، دون تغير، بل اخدمهما بسرور كما خدماك بسرور وأعطياك بسرور وفنيا في خدمتك. أعظم العلماء يقولون الباب الأوسط للجنة باب بر الوالدين. إذا دخلت إلى قلعة من القلاع لها عدة أبواب، تجد بابا أوسط، هذا الباب الأوسط هو أوسع الأبواب، يوضع في منتصف القلعة أو في منتصف البناء. الباب الأوسط لتوفيق الله عز وجل بر الوالدين. أوسع الأبواب للنجاح بر الوالدين. لا أعلم أيها الإخوة في حياتي شخصا بارا بوالديه وخذل في دراسته أو في زواجه أو في تجارته أو في بيعه أو في كل شؤونه. لا أعلم أعظم من هذا الباب الذي لا يخذل الله سبحانه وتعالى صاحبه. أعرف شخصا أمه مصابة بالسكر، قال لي أنا أشتري الحلويات لوالدتي معجونة بالسكرين لأنها تحب الحلويات. قال لي أبعث، لاحظوا في ناس يا أخوتي الكرام تبر الأبوين عادة، هناك أناس تعمل العقل في كيفية إفراح الوالدين، في كيفية تحريك قلوبهما حتى تفتح أبواب السماء للموفقين. قال لي أبعث إلى صيدا، هناك معمل حلاوة في صيدا يصنع الحلاوة بالسكرين بدون سكر. قال لي أبعث إلى هناك من أجل أن آتي لأمي بالحلاوة المعجونة بالسكرين. قال لي أسافر إلى دبي، هناك يعني ماركت كبير أو مول كبير قسم لمرضى السكري. قال أحمل ما شئت من الشوكولاتة، البسكويت، الحلويات التي عجنت بالسكرين لا سكر فيها. قال وآتي بها إلى أمي، تفتح أمي يديها وترفعهما إلى السماء. أشعر بأن عطاء الله نزل حالا، أن تدعو له أن يبذل الإنسان طاقته في بر والديه. الله يرحم الشيخ حمدي عرابي. الشيخ حمدي عرابي كان يأتي لوالديه بالفاكهة ولو احتاج أن يستدين. أول ما تنزل الفاكهة الغالية الثمن في دمشق قبل أن يشتريها الأغنياء يشتريها لوالديه، يقدمها للوالدين ويدعى له. قال أشعر أن السماء فتحت لي وأن الله عز وجل يناجيني بسبب دعوة هذه الأم الفقيرة التي اهتزت، التي فنيت في خدمتك وفي خدمة إخوتك. من كان عنده أبوان فالزمهما فثم الجنة. من كان عنده أبوان عنده القوة وعنده المنعة وعنده الغنى وعنده جيش جرار يسنده في كل حياته ويقيه حر نار اللظى في الآخرة بين يدي الله عز وجل. لا تقصروا أيها الإخوة في قضية بر الوالدين، لا تقصروا. أعظم أبواب الفتح الرباني بر الوالدين، وأنا واحد من هؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل برعاية أبويه. والدعوة التي كانت تدعو والدتي تدعوها دائما إلى اليوم، تقول لي اللهم افتح عليه العلم من أوسع أبوابه. لم ألقنها ولم أعطي هذه الدعوة. أشعر بأن عطاء الله نزل، ولست استثناء، كل واحد منا له علاقة مع والديه إن خيرا أو شرا، وكيف يوفق الواحد منا ببر أبويه. احذروا أيها الإخوة، وهذا الباب لا ينقطع في حياة الوالدين وبعد ممات الوالدين. ابذل كل جهدك وكل طاقتك. الأب يكبر في السن، هناك 5 إخوة،
يتقاذفونه. مسكين هذا الأب الذي فني في خدمة هؤلاء الذين عاشوا اللؤم، عاشوا الحرمان ولم يشعروا. يقول له أبي ينام عندي ليلة وعندك ليلة، يتقاذفونه كأنه رجل غريب. سمعت من أحد هؤلاء البررة قال: إخوتي تصارعوا فيما بينهم، من الذي سوف يرعى والدي؟ قال: فقلت أنا سوف أرعاه دائما، ضعوه عندي. أنت وضعت القوة عندك، وضعت الكنز عندك، وضعت التوفيق عندك، وضعت العطاء عندك، وضعت الجنة عندك، وضعت كل خير عندك وأنت لا تشعر. توفيق. قال: وضعت والدي. قال: والله إخوتي يتأففون من خدمته. قال: جلس عندي في البيت، في اليوم الثاني توفي. الله أكبر. في اليوم الثاني توفي، لكن على اعتبار نيته رفعه الله عز وجل وخفض إخوته بسبب بره وبسبب عقوقهم. فمن أعظم أسباب التوفيق والعطاء في الدنيا والآخرة خدمة الوالدين، ولو كان على غير دين. الله يرحم الشيخ عبد الرزاق الحلبي قال: لو كان أبوك يذهب إلى الكنيسة، كان نصرانيا على غير دين، وطلب منك أن تأتي لتأخذه من الكنيسة، يجب عليك أن تذهب إلى الكنيسة لتأتي به. الوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل. شو يعني يخفض لهما جناح الذل؟ يعني لا تظهر العلو في ساحة الوالدين. أحد مشايخنا جاء شخص يشتكي أباه، قال له: يا شيخ أبي جاهل. قال له الشيخ: أعزكم الله. قال: أنت قليل أدب. هذه كلمة قال يا جاهل بعيد في حق أبيك، مهما كان أبوك تقول أبي جاهل. قال: واخفض لهما جناح الذل. الجناح يا إخوتي الكرام في اللغة هو الذي به يطار، به يرتفع الإنسان. أنا أمام والدي لا يوجد لي ارتفاع، أخفض جناحي. إذا كنت عالما أنا جاهل مع والدي، إذا كنت قويا أنا ضعيف مع والدي، إذا كنت غنيا أنا فقير مع والدي. كل أسباب الرفعة تخفض في حضرة الوالدين. العلم من أسباب الرفعة، المال من أسباب الرفعة، العقل من أسباب الرفعة، القوة من أسباب الرفعة. في حضرة الوالدين كل أسباب الرفعة توضع أرضا، والوالدان فوق كل ذلك. واخفض، اخفض، مو أبي جاهل، مو يتقاذفونه من الذي يرعاه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. سمعت أحدهم يقول، وذكرت هذا في درس المغرب، قال: جئت منهكا ذات ليلة إلى منزلي، منهك من كثرة التعب، ساعة تقريبا 1 ليلا، طوال النهار يعمل هذا الرجل. شوف التوفيق يا أخوتي الكرام، هذا أسباب التوفيق، هذا الذي يقود إلى الخير. قال: دخلت إلى غرفتي مباشرة أريد أن أستلم الفراش لأنام. قال: سمعت من غرفة والدي سعالا، أبي مريض يسعل، وصل صوت السعال إلي. قال: يعني حاورتني نفسي أنام أو لا أنام. وفقت بتفكيره بوالديه، ببركة التفكير بالوالدين، أن أخذ الدواء وأن أدخل إلى غرفة والدي. أعطيته دواءه، سقيته الماء، ارتاح والدي ونام. قال: دخلت غرفتي فشعرت برغبة قوية جدا في قيام الليل. كان منهكا، كان متعبا، كان منهارا. قال: شعرت بنشاط عجيب، شعرت بتوجه قلبي عجيب في الرغبة للوقوف بين يدي الله عز وجل. قال: أنا اليوم لي 20 سنة ما تركت قيام الليل في حياتي ولا ليلة. بركة بر واحد، شعور القلب بالوالدين مرة واحدة فتح له عطاء قيام الليل. أكرمه المولى رب العالمين تبارك وتعالى في كل يوم في الليل يقف بين يديه. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء.